هو لحد امتى هتفضل ساذج دفاعيا وهتفضل بتغلط غلطات دفاعية بالجملة وهتفضل عندك ميس باس وما بتخلصش في عند الجول؟ نادي الاهلي النهارده بيتعادل مع بتروجيت في ماتش. هنفضل نقول انت دفاعيا وحش، انت دفاعيا مهزوز، انت دفاعيا عندك كارثة. النهارده الجون بيخش فيك، انا في نظري مش غلطة دفاعية اكتر ما هي غلطة تسرع من الشناوي اللي ممكن يكون نط على ولد تاني عشان ياخد منه الكورة اللي هو معهوش الكورة اصلا، فساب اللي وراه يدخل الكرة. كان تسرع منه، اظن ما كانش فيه. يعني بيني وبينك هما الاتنين مش مستوعبين بعض، الشناوي والدفاع اللي حواليه تقريبا مش متمرنين مع بعض او في حاجة غلط. بس غير كده انت مش كويس، انت عندك مشاكل كتير، انت بتضيع قدام الجون بالجملة. انت النهارده قلت طب المشكلة ان طاهر نزل، دي كانت مشكلة كبيرة ان انت عندك مهاجم اساسي وبرضه بتنزل عليه واحد مش مهاجم اساسي. لحد امتى جريديشار هيفضل بيتعامل المعامله دي؟ ما اعرفش. جريديشار نزل خلص جاب جون على طول، بس ضيع 3 اجوان يعتبر غيرهم. جريديشار النهارده كان هو والجون قرر بدل ما يشوط ان يبقى عنده الروح ويبصيها، ويا ريته ما باصه اللاعب التاني اما طوحها بره خالص. فلحد امتى هتفضل بتضيع الفرص بالجمله دي؟ لحد امتى هتفضل عندك ميس باص رهيب النهارده، وبالذات من طاهر محمد طاهر اللي عمل شوط اول هو عباره عن شوط الميس باص، هو ما بصاش بصه صح. لحد امتى هيفضل عندنا مشاكل دي؟ ما اعرفش. النقطه دي اللي عايز اتكلم فيها وهي البدني النهارده اللي حامد حمدان اللاعب اللي مش مصري اثبت لك يعني ايه بدني، اثبت لك يعني ايه لاعب يكون ما بيلعبش من اول الموسم وتاني ماتش ليه بعد ما كان عامل اضراب بيقولوا وينزل بالمستوى ده. ده لاعب اكنه كان لسه بيلعب على طول، لاعب ما خدش راحه، لاعب بدني قوي جدا. لحد امتى هيفضل الفريق المصري او اللعيبه المصريه كلها مستواها في الفتنس ضايع كده؟ ما اعرفش. اسئله كتير قوي ملهاش اجابه لان انت مش عارف هتعمل ايه. دفاعيا انت مش عارف تحل الازمه لحد دلوقتي، في مشكله دفاعيه. انا بقول لك المشكله عدم الانسجام او عدم فهم بعض، كل واحد بياخد قرار لوحده من غير ما يسال التاني او من غير ما يبقى واخد قرار مع التاني. دي مشكله كبيره، ووصلت ان الشناوي نفسه بقى بياخد قرارات لوحده لانه مش واثق في الاربعه اللي قدامه. ماتش مش حلو، ماتش اداء يربك. يا رب يكون اللي في جاي افضل. مش هلوم المدرب لان انا في نظري اللعيبه هي اللي اهملت في الماتش ده وقللت من بتروجيت اللي خلاهم يتعادلوا، وكنت ممكن تخسر لولا نزول جريديشار. ده كان ماتش الاهلي وبتروجيت اللي خلص 1-1 للاسف باداء مش حلو. اتمنى اللي جاي افضل. ده قرار الكوره. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وفولو كالعاده، وسلام.